بالنسبه لي شايف المركز الثالث اقل كتير جدا جدا من النادي الاهلي. مبروك للسيتي جروب، الناس ماشيين بشكل رائع بالنسبه للتدرج. مصر ضمن المرشحين لبطوله كاس الامم الافريقيه. مساء الخير على الجميع، طبعا كل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه والعربيه بخير يا رب باذن الله. احنا في نهايه عام وفي عام جديد، نتمنى يا رب يكون كل الناس بخير وبصحه وبسلامه وبسعاده. طبعا امبارح انتهت بطولة كأس العالم الأخيرة، النسخة اللي هي الشكل بتاعها اللي هو القديم، اللي هو مجمع فيه أبطال القارات بالنسبة لدوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس أو الأوقيانوس. هنشوف نسخة جديدة في 2025 هتتعمل في أمريكا، هتبقى لمدة شهر على ما أعتقد، هتتعمل في الصيف، بديلة لكأس العالم للقارات. تأهل منها بالنسبة لينا احنا كقارة أفريقية النادي الأهلي بصفته 2021 كان موجود. نفس الموضوع الوداد، وبالتالي بنتكلم على فرقتين إلى التوقيت الحالي من أصل 4 فرق مشاركين في كأس العالم للأندية. طبعا كأس العالم للأندية الأخيرة اللي اتلعبت في السعودية في مدينة جدة، طبعا بنشكر كل القائمين على كرة القدم السعودية وعلى التنظيم الرائع والهائل اللي أشادوا بيه ناس كتير جدا جدا من الجمهور المصري اللي كان موجود بيحضر البطولة. حتى طبعا الصحف الأوروبية والصحف العالمية، ونفس القصة بنتكلم على بما إني أنا راجل عايش في إيطاليا أو حياتي كلها في إيطاليا، فأنا طبعا متابع طبعا التلفزيون الإيطالي، بيتكلموا إزاي على التنظيم والحدث الكبير جدا اللي كان مقام في مدينة جدة. مبروك للسيتي، مبروك للسيتي جروب، الناس ماشيين بشكل رائع بالنسبة للتدرج في التطوير. أكثر من 13 نادي على مستوى العالم كلهم في السيريا أو في الدوري الممتاز، باستثناء باليرمو احتمال يطلع السنة دي بإذن الله للسيريا في إيطاليا. مشروع كبير جدا، مشروع بدأ يجني ثمار كبيرة لأنه قايم على التدرج، قايم كمان على مش بيزنس بس، ولكن بنتكلم على طفرة رياضية موجودة على مستوى العالم. مبروك للنادي الأهلي المركز الثالث، وإن كنت أنا بالنسبة لي شايف المركز الثالث أقل كتير جدا جدا من النادي الأهلي، وأقل من اسم النادي الأهلي ومن تاريخ النادي الأهلي في البطولات الأخيرة اللي اشترك فيها. أكتر نادي مشارك، أكتر نادي حقق لقب القارة الأفريقية، أكتر نادي عنده أرقام قياسية داخل بطولة كأس العالم للأندية. أنا كنت شايف إن البطولة دي وجهة نظري كان الأهلي ممكن يكون عنده أحسن من كده، كانت تبقى نهاية سعيدة جدا جدا لو اتقابل مع السيتي في ملعب الجوهرة كأول وتاني أو كنهائي أخير للنسخة الحالية لكأس العالم للأندية. ولكن طبعا كرة القدم فيها كل شيء، فيها نسب حظ، فيها توفيق، فيها عدم توفيق، وده اللي شفناه في ماتش فلومينينسي مع النادي الاهلي. صحيح في ظلم تحكيمي كان للنادي الاهلي ضربة جزاء، وضربة الجزاء بتاعته ما كانش ضربة جزاء، ولكن انا بتكلم على 75 دقيقة قضاها الاهلي بشكل اكثر من رائع. انما طبعا صعب جدا تتكلم على فرقة جاية تلعب مع الاتحاد جدة مجهود بدني كبير جدا، تلعب مع فلومينينزي مجهود بدني كبير جدا، تلعب مع اورورينز مجهود بدني كبير جدا، كل ده في 8 ايام. رقم كبير، كبيرة على لعيبه مش متعوده، كبيرة على قاره ما عندهاش لسه النضج الكروي اللي موجود بالنسبه للقاره الاوروبيه. عشان كده يشكر النادي الاهلي ويشكر لعيبه النادي الاهلي وكمان الجهاز الفني النادي الاهلي، حتى وان كان البرونزيه طبعا هي رقم موجود، مركز ثالث، احسن مركز ثالث، احسن من رابع، احسن من خامس ماديا وتاريخيا وميداليه، وان انت على الستيج، كل ده يحسب للنادي الاهلي. ولكن طبعا البطولة دي فيها إيجابيات وفيها سلبيات. وجهة نظري من إيجابياتها طبعا هو الرقم المادي الكبير جدا اللي جه للنادي الأهلي، وده ده تكملة لمشوار سنة كاملة لا يقل عن 10 11 مليون دولار كسبوا من النادي الأهلي من البطولات الأفريقية، من السوبر الأفريقي حتى لو كان خسروا، من كمان كأس العالم للأندية والمشاركة والحصول على المركز الثالث. ممتاز، تتكلم على 11 مليون دولار، عملة صعبة، رقم ممتاز جدا جدا، وده بالنسبة لي من النقاط الإيجابية الكبيرة جدا جدا. النقطة الإيجابية الثانية هي تواجد النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في السعودية، في مدينة عربية أو دولة عربية في مدينة جدة، ومع ذلك كل وكالات الأنباء تنقلت النادي الأهلي موجود داخل كأس العالم للأندية بمشاركة تاريخية، وكمان الاسم
اتردد كتير جدا، وده المكسب الكبير للكره المصريه ومكسب كبير للنادي الاهلي. والشكل وطبيعه الكره المحليه في مصر اللي هي بدات تبقى مقفول عليها، مش عارفين امتى هتتطور وامتى هتطلع، وبالتالي هو نادي واحد اللي بيذكر خارجيا، وده مش موجود للنادي الاهلي. غير الحاجه الثالثه هو المقارنه بين الكره الاسيويه او بطوله دوري ابطال اسيا والانفاقات الكبيره جدا اللي بتحصل على دوري ابطال اسيا والكره الافريقيه. على الرغم من تواضع مستوى بطوله دوري ابطال افريقيا بالمقارنه بالكره الاسيويه ودوري ابطال اسيا اللي بيصرف عليه ملايين او مليارات المليارات، ولكن الاهلي في كل بطوله من البطولات كسب الهلال السعودي السنه اللي قبل، في البطوله اللي قبل اللي فاتت، كسب اتحاد جده، كسب اوراوا ريدز بطل القاره 4-2 مع الرأفة ومضيع ضربه جزاء بتاعت علي معلول. وبالتالي بنتكلم على ايجابيه كبيره جدا بتوريك ان المقارنه ممكن تكون ظالمه، ولكن في نادي واحد هو اللي بيحارب، هو اللي بيحافظ على شعار الكره الافريقيه مش المصريه بس، على اسم وتواجد الكره الافريقيه في الساحه العالميه. امر ممتاز جدا، لازم الناس تاخد بالها ازاي اسيا بيتصرف عليها بكل البنيه التحتيه الكبيره جدا جدا، واحنا في افريقيا ما عندناش اي حاجه، لا عندنا بنيه تحتيه ولا عندنا شكل ولا مستوى ولا عندنا بطوله يعني فيها فار ولا فيها تنظيم ولا فيها، لا ده كلها مخاطر امنيه وكلها مشاكل بنيه تحتيه ومشاكل تحكيميه، وبطوله الى الان مره يلعبوها بمباراه واحده ومره يلعبوها مباراه ذهاب واياب، مش فاهمين لها حاجه. وبالتالي لما نرجع للنادي الاهلي في دوري ابطال اسيا، لا طبعا يحسب للنادي الاهلي وشكل النادي الاهلي واسم النادي الاهلي انه محافظ على هيبه الكره الافريقيه. سيبك من الكره المصريه عشان الكلمه دي مزعله الناس وتعب ناس بشكل مستمر، مش عارف ليه. انا موجود في كاس العالم للانديه، انا موجود في دوري ابطال افريقيا، انا بلعب، المفروض ان انت تحاول تكبر من نفسك، ولكن طبعا هقول ان النادي الاهلي هو الوحيد اللي بيحافظ على شكل وطبيعه الكره الافريقيه على المستوى العالمي. عشان كده لما نعمل مقارنه ما بين الانديه الاسيويه والنادي الاهلي، هو الوحيد اللي بيحافظ عليها. النقطه الرابعه بالنسبه لي الايجابيه، وهي ان لعيبه النادي الاهلي دوافعها مختلفه عن دوافع انديه كتيره جدا، مختلفه عن دوافع انديه محليه وانديه كمان افريقيه، وده اللي منجح النادي الاهلي يكون دايما واقف على الستيج، واقف موجود اذا كان مركز ثالث او مركز اي مركز عشان برضه في حاجات بتزعل الناس. ده بالنسبه لي انجاز كبير جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اما في حاجات سلبيه يعني هاخد منها مثلا فكره راس الحرب، اتكلمنا فيها كتير جدا واتكلمت فيها في الاستوديو في السوبر ليج. ودي برضه على فكره السوبر ليج جابت فلوس للنادي الاهلي حتى لو كان خرج من السيمي فاينل، ولكن جابت فلوس للنادي الاهلي رقم كويس جدا، يعني تكمله لل 11 مليون دولار. انا بتكلم على الشكل العام لراس الحربه او دكه بدلاء النادي الاهلي. واضح ان الاهلي عنده معضله كبيره جدا في عمليه راس الحرب، اتمنى ان هو تنتهي، اتمنى ان يحطوا لجنه او اشخاص معنيين بالامر سكاوتنج يلفوا افريقيا كلها يتفرجوا على دوري ابطال افريقيا الموجود حاليا، او يتفرجوا على الكونفدراليه هيطلعوا لاعب واثنين وثلاثه واربعه. انا شفت في الهلال السوداني 2 لعيبه مش عارف جابوهم منين، ممتازين الهلال السوداني، اللي هم ما عندهمش دوري وما عندهمش كوره في التوقيت الحالي، الله يكون في عونهم وربنا يفك مشاكلهم يا رب باذن الله، ولكن فرقه كوره بتلعب كره قدم محترمه جدا جدا، عندهم اثنين قدام، واحد اسمه نديدي هايلين، جابوهم منين ما اعرفش. ودي مشكله النادي الاهلي ومشكله الناس اللي بتدور على لعيبه في النادي الاهلي والسكاوتنج بتاع النادي الاهلي اذا كان عنده سكاوتنج، ودي لازم نتكلم فيها. 2، هل فعلا اليو ديانج ما عادش في حسابات مارسيل كولر؟ دي جزء. هل عمرو السولية ما عادش في حسابات مارسيل كولر؟ الجزء الثاني. هل محمود متولي خلاص الاصابات ممكن تكون اثرت عليه ومش هيكمل في النادي الاهلي؟ برضه ممكن تكون جزء. هل في بديل لعلي معلول في الفتره الجايه للنادي الاهلي؟ بنتكلم على كاس عالم الانديه في 25، بنتكلم على دوري ابطال افريقيا، بيتكلموا على بطوله دوري، على بطوله كاس، على السوبر كاب اللي هم هيلعبوه في الوقت الحالي كاس النيل اللي هتلعب في الامارات كمان 4-5 ايام. كل ده بيقول لي ان دكه بدلاء النادي الاهلي محتاجه عمره بلغه الناس بتوع على السيارات. الاهم من كده اذا كنا بنتكلم على دكه بدلاء النادي الاهلي، مستحيل او مش منطقي. مره عملها مانويل جوزيه وخلى وائل جمعه يلعب راس حرب، بس كان وقت من اوقات يعني كان بيحرج الاداره.
طب هل مارسيل كولر بيحرج الاداره؟ هل نزول طاهر محمد طاهر كمان كراس حربة بيحرج الاداره؟ معلش انا عارف ان مارسيل كولر هو اللي اختار موديست، ولكن طبعا في النهايه موديست حتى الان ما جابش ناتج ايجابي يقنع بجمهور الاهلي، ما يقنعش بالجهاز الفني اللي هو تبعه وكمان السكاوتنج. علشان كده دي السلبيات اتمنى نتخلص منها النادي الاهلي. الاهم من كده بقى هو الكره المحليه او الدوري المحلي. انا اتمنى من كل قلبي ان الدوري المحلي يتم الترويج له بشكل ممتاز او بشكل قوي. مصر تمتلك مواهب، مصر تمتلك امكانيات كبيره جدا، مصر تمتلك النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي اللي ممكن يكون في مرحله انعدام وزن، ولكن في النهايه عندها فيوتشر، عندها بيراميدز، عندها سيراميكا، انديه قويه. وبالتالي محتاج ترويج، محتاج اعلان قوي في افريقيا ان مصر لديها دوري لكره القدم. الرابطه مش دورها ان تسافر الامارات او السعوديه، الرابطه دورها ان هي الترويج للمسابقه اللي بتشرف عليها، اللي بتنظمها، تجيب لها فلوس، تعمل لها عمليه تنظيم، تعمل لها عمليه اعاده هيكله بالنسبه للكره المصريه والدوري المصري. ولكن اللي انا شايفه ان الجماعه بتوع الرابطه، الاخ احمد دياب والناس دي كلها بسم الله ما شاء الله، من الامارات للسعوديه لتونس لكل دول العالم، والكره المصريه في الحاجه اخر اهتماماتهم. انا اتمنى يكون زي ما اتعمل رابطه للانديه الافريقيه، وان كنت انا شاكك ان في رابطه انديه افريقيه لان هي المفروض تكون جهه مستقله ولكن هي خارجه من الاتحاد الافريقي. انا اتمنى ان رابطه الانديه المصريه تكون مستقله بذاتها، تشتغل على الكره المصريه، تشتغل على وضع الكره المصريه. مستحيل يكون نادي من الانديه المصريه زي النادي الاهلي او نادي الزمالك يصرف مليارات المليارات سنويا وفي الاخر تلاقي الناتج بتاع الدوري 5 مليون او 6 مليون جنيه مكسب. مش فاهم ليه. الاهلي مصر 105 مليون، كرة القدم المصرية متابعة في كل الوطن العربي، وأنا قاعد في الوطن العربي بقالي 25 سنة. كرة القدم المصرية فيها إمكانيات كبيرة جدا جدا، لابد من استغلال اسم الأهلي ومنتخب مصر والزمالك والإسماعيلي وكل الأندية اللي عندها شعبية كبيرة. ده اللي المفروض يتم الفترة الجاية. أتمنى من كل قلبي ان النادي الاهلي ونادي الزمالك يتفقوا ولو لمره واحده لمصلحه الكره المصريه، يتفقوا ان يقعدوا مع بعض يعملوا اسم او يعملوا حاجه تساعد اعاده شكل ووجه الكره المصريه. ده طبعا كان الفيديو بتاع النهارده، في حاجات كتيره جدا ولكن كنت لازم اتكلم عن النادي الاهلي وعلى الاسلوب وعلى الشكل والعام، اتكلم كمان على الايجابيات وعلى السلبيات، واتكلم على وضع الكره المصريه. اتمنى التوفيق، كل سنه وانتم طيبين، وباذن الله باذن الله مصر ومنتخب مصر يكسب كاس الامم الافريقيه. عندنا كل الامكانيات، عندنا مدرب كويس جدا، عندنا مجموعه لعيبه فيهم لعيبه النادي الاهلي اللي 6 7 بيلعبوا في كاس العالم للانديه، وده محتاج شويه هدوء وتركيز وكمان راحه شويه بس قبل البطوله. وان كان مصر ضمن المرشحين لبطوله كاس الامم الافريقيه، مش ضمن من اقوى المرشحين. تحياتي ومع السلامه.